طيب السنة اللي فاتت نزل فيلم بعتبره من أجمل أفلام المخرج ديفيد فينشر، وهو فيلم ذا كيلر. وللأسف الفيلم ده اتظلم بسبب التوقعات الكتيرة اللي كانت عند المشاهدين قبل ما يدخلوه، وكتير اعتبروه فيلم تافه وما بيليقش باسم زي اسم ديفيد فينشر. ليه افتكرت الفيلم ده دلوقتي وقررت أدافع عنه؟ عشان أفضل وصف للمسلسل اللي هتكلم عنه النهاردة إنه نسخة أعمق وأكتر نضج من فيلم ذا كيلر، وإن كانوا الاتنين بيشتركوا في نفس القالب. كلامي النهاردة عن مسلسل الدراما والغموض ريبلي. فلو مهتم الأول أهلا بيك، أنا محمود ويلا بينا نبدأ فيديو النهاردة. مسلسل ريبلي هو مسلسل قصير مكون من 8 حلقات من إنتاج نتفليكس من كتابة الأوسكاري ستيفن زيليان، وده الراجل اللي كتب أفلام مهمة زي ذا ايرش مان وجانج اوف نيويورك. حصل على الأوسكار الوحيدة في حياته عن فيلم سبيلبرج شندرلز ليست، وأخرج مجموعة أفلام مهمة زي ذا نايت اوف وسيرشنج فور بوب فيشر. والمسلسل من بطولة الرهيب أندرو سكوت بالمشاركة مع داكوتا فانينج وجوني فلين. والمسلسل يعتبر إعادة إنتاج لفيلم اتعمل سنة 99 اسمه ذا تالنتد مستر ريبلي، وكان من بطولة مات ديمون، كوينيس بالتورو، جود لو، وفيليب سيمور هوفمان. وفيلم عبقري جدا وممتع وبكل تأكيد يستحق المشاهدة. بتدور أحداثه في الستينات وبتبدأ لما بيقرر راجل غني استدعاء بطلنا توم ريبلي ظنا منه إنه أحد أصدقاء ابنه المقربين، وبيطلب منه إنه يسافر في رحلة لإيطاليا لمحاولة إقناع الابن الهارب بالرجوع لنيويورك وإدارة أملاك والده. وأفضل وصف لتوم ريبلي هو مجرد على لسان أحد شخصيات القصة إنه شخص بيستغل الناس وأكتر حاجة بيتقنها هي الكذب. فبيستغل بطلنا الفرصة في محاولة لتدبير عملية احتيال ونصب. قبل ما ادخل في المقارنة اللي انا معرفتش ملاحظهاش مع فيلم ذا كيلر، خليني الاول اتكلم عن اهم وافضل نقطة قوة في مسلسل ريبلي، الا وهي التجربة البصرية. التجربة البصرية لو قلت عليها ساحرة هيبقى تقليل جدا في حقها. ده من نوع المسلسلات اللي لا اراديا هتلاقي نفسك في حالة من الانبهار بجمال تكوين الصورة فيه. احداثنا بتدور بمجموعة مدن ايطالية اهمها روما ونابولي وفينيس في الستينات. اختيار موقع تصوير بيدي انطباع انه احنا في مناطق اثرية، مع اختيار زيليان انه يستخدم الزوايا الواسعة في التصوير تداني احساس اني غرقان حرفيا في وسط الصورة. ضيف لده استخدام الابيض والاسود كسيم اساسي لالوان المسلسل، لانه المسلسل كله ابيض واسود. الخلطه دي حولت كل فريم من فريمات المسلسل حرفيا للوحه فنيه. في اوقات كتير كنت بلاقي نفسي مجبر اتامل في جمال الكادرات، وده عززه كتر استخدام اللوحات الفنيه والتماثيل الاثريه المميزه للمدن اللي بتصور فيها العمل، خصوصا مع محاولة زيليان انه يخلق ارتباط بين قصة ريبلي وقصة الرسام الايطالي كارفاجيو اللي رسم كتير من الاعمال الدينية المثيرة للجدل في وقته. انا وصلت للحظة لقيت نفسي مقتنع ان المسلسل لو مش بيقدم اي حاجة غير السينماتوجرافي المبهرة دي ومليان بالعيوب في كل اركانه، فانا هكمله وهطلع راضي جدا عن التجربة. بس لحسن الحظ مش دي نقطة القوة الوحيدة في ريبلي. You like art, Tom? You're in the right place. You like art, Tom? Well, you're in the right place. مسلسل ريبلي بيقدم واحدة من أفضل الشخصيات اللي شفتها في عمل سينمائي من فترة. شخصية توم ريبلي مش شخصية مميزة عشان المسلسل بيحللها، لأن ده مش هدف المسلسل إطلاقا. هدف المسلسل الأساسي هو إنه يعيشك في رحلة مع الشخصية، يدخلك جوه عقله العبقري المثير للاهتمام. كل تفصيلة بيتم سردها من وجهة نظر بطلنا توم ريبلي. الوصف المناسب له هيكون إنه أشبه بالحية، قادر يتغلغل بهدوء من غير ما حد يحس بيه لحد ما يتمكن من ضحيته ويرمي سمه، وكل ده وهو لسه محافظ على هدوءه اللي بيصل في بعض الأوقات لدرجة البرود. شخص يبان لطيف وطيب، لكن هو الدهاء والخبث مجسد في صورة إنسان، ورا مظهره الهادي مستخبي براكين من الجحيم والحقد على ضحاياه والنهم لتحقيق أهدافه. شخصية بتتنفس الكذب والخداع والتضليل. باختصار صورة مصغرة من الشيطان، والمسلسل بيطوع كل عناصره علشان يوصل لك الصورة دي. فهتلاقي دايما الهدوء غالب على طابع الفيلم، ومش بيحاول يحسسك اطلاقا باي شيء مريب بيحصل. ولما بتحصل المفاجآت والصدمات بيعرف يعمل موازنة بين جانب الترقب والتشويق والصدمة من ناحية، والبرود والطبيعية من ناحية تانية، لانه احنا المفروض عايشين داخل عقل الشخصية اللي حد المفاجأة والصدمة عندها بعيد جدا ويكاد يكون غير موجود. وهنا دي يمكن نقطة التلاقي مع ذا كيلر، انهم الاتنين ما كانش عندهم هدف انهم يحللوا الشخصية اكتر من انهم يخلوك كمشاهد تعيش معاها جزء من حياتها المشوهة. بس اللي بيميز ريبلي عن ذا كيلر انه اعم واشمل. بطل ذا كيلر عنده غلطة واحدة بس مضطر يتعامل معاها، لكن توم ريبلي اسلوب حياته بالكامل معتمد على الغلط والخداع. وده ياخدنا لنقطة نجاح العملين بالنسبة لي، انهم بيتخلوا على نقطة تقديم الشخصية وتحليلها، وبالتالي بتختفي مرحلة التعاطف مع اهدافها، لكن في نفس الوقت لازم تكون شخصية مثيرة للاهتمام علشان اقدر اندمج مع رحلتها. وهنا تيجي نقطة نضج السيناريو في خلق حالة من الفضول عند المشاهد. الفضول دوت ابدا مش بيوصل لحد التعاطف مع البطل الرئيسي من القصة. وده بيخليني عايز اناقش نقطة مهمة جدا، وهي انه جمال السينما في عبثيتها، في عدم خضوعها لقوانين وقواعد لو مشينا عليها هنطلع بعمل كويس. دايما قبل ما بدخل اشوف اي مسلسل او فيلم بحاول على قد ما اقدر اني معرفش عنه اي حاجة علشان مبنيش اي توقعات تأثر على متعة المشاهدة.
بحاول دايما اتفاعل مع المخرج الفيلم بيقدمه مش اللي انا متوقعه منه، لانك لو اديت فرصه لصانع العمل انه يقنعك بوجهه نظره هتلاقيها في كتير من الاوقات بتستحق، وبعدها يجي الحكم لينا بقى اذا كانت وجهه النظر دي سليمه ولا كانت محتاجه بناء بشكل افضل. اللي عايز اقوله انه مش شرط عشان نقدم شخصيه لازم نخلق ليها ابعاد وحدود واهداف، ده كله عظيم طبعا، بس بعض الاحيان بيكون الهدف حاجه تانية، فما ينفعش نعمم القاعده دي على كل الاعمال اللي في الحياه. وريبلي ناجح انه يعرف يعلقك ببطله ويرسم غموض حواليه ويسرق منك كمشاهد فضولك انك تعرف عنه اكتر وتخوض معاه رحلته، زي ما فينشر عمل في ذا كيلر في حاله انك اديته الفرصه يعمل كده. Someone is dead in Rome, and Signor Ripley is missing. This is the situation. نرجع بقى لإيجابيات المسلسل. شخصية بالتعقيد ده عايزة شخص متمكن لتجسيدها، وزي ما كان خيار فينشر هو مايكل فاسبندر، فكان خيار زيليان هو الرائع أندرو سكوت، اللي بيبدع في تقديم شخصيته وبيعرف يتماشى مع طبيعة المسلسل بشكله الهادي واللطيف، لكن كمان بتبقى قادر تشوف في عينه وحركة جسمه مدى الحقد والكره والنهم لوصول السيطرة اللي بيختفي جوه. تعامله مع لحظات الصدمة مبهر جدا، ازاي قادر يحسسك بخليط من المشاعر اللي مسيطر عليها البرود وظاهر منها القلق والخوف والتوتر. اندرو سكوت ممثل خرافي من غير شك. لو في سلبيه واحده ممكن اذكرها هتبقى ان المسلسل كان ممكن يخلص في عدد حلقات اقل، لان احداثه مش كتير، كل حلقه كنا بنختبر حدث او اتنين مهمين وبنمشي طول الحلقه اللي بتوصل للساعه على اثرهم، لكن ده ابدا ما كانش مشكله بالنسبه لي، ولو طول عن 8 حلقات ما كانش هيبقى عندي اي مشكله بسبب عناصر الجذب الكتير اللي ذكرتها، واللي اهمها اكيد اخراج العظيم ستيفن زيليان. السنة دي نتفليكس قدمت 3 مسلسلات حقيقي من أجمل ما يمكن، وكلهم بقوا من مفضلاتي، جنب 3 بودي بروبلم وون داي يجي مسلسل ريبلي واللي تقييمي له هو 9/10. وبس دي كانت كل حاجة عندي النهاردة. لو وصلت لحد هنا شكرا جدا، أتمنى تكونوا استمتعتوا. شاركوني برأيكم على المسلسل لو شفتوه، وأكيد تابعوني على فيسبوك وتويتر، هناك بنشر مراجعات مكتوبة للأفلام اللي بشوفها، الروابط كلها تحت الفيديو. أنا محمود وسلام.